اليخاندرو جارناتشو عم ميسي. بلينجهام ملوش فيها خالص. شيكابالا احسن لعيب في التاريخ. دي آراء كروية مثيرة للجدل، شوية منهم فعلا مصدقين اللي بيقولوه ده رأيهم الحقيقي، وشوية منهم بيحوروا وبيحاولوا يضحكوا علينا. والنهارده أنا وعمر ومصطفى هنقابل واحد واحد منهم ونحاول نكشف مين فيهم بيحور ومين فيهم فعلا مصدق اللي بيقوله، وفي آخر الفيديو هنشوف قدرنا نجيب كام واحد صح. لو فاكر انك سمعت آراء كروية غريبة تعال اسمع الأغرب. ان شاء الله نعمل حلقه كويسه ونشوف الاراء الغريبه اللي مع غريب. انا مش متفائل من الحلقه دي. داخل مكان اساسا كله تحوير، والمكان مخيف، والليله مش سالكه، والنوايا مش صافيه، فربنا يستر من دي حلقه، وحتى من الشباب اللي جايين يصوروا. انا مش متفائل. يعني ربنا يسترها من الحلقه دي. هي مش من الحلقه دي بس، يعني من كل الحلقات اللي انا شفتها في البرنامج الاراء احنا رايحين في داهيه. الكرة باظت، بس يعني على امل الحلقه دي الاراء تبقى مختلفه، وعلى امل ان احنا نكسب، والله اعلم الدنيا تروح لفين يعني. بس ربنا يسترها معانا من الاراء اللي هنسمعها النهارده. تفتكروا نجيب كام واحد صح؟ هم 7 5 ولا 7 الكاملين؟ احنا نجيب السبعه. السبعه يا باشا. نجيب السبعه. انا واثق فيكم. انا اللي وانت هيخش ما عندكش هعرفه. حد بيقول كلمه حق هنا؟ يعني هم مقدمين. ماشي يلا بينا. يلا بنسالها لك السبعه. انتوا برضه العبوا معانا واكتبوا في الكومنتات جبتوا كام واحد صح في اخر الفيديو. يلا ندخل اول مشجع. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار؟ كله فل الحمد لله. اسمك ايه؟ يوسف. يوسف عندك كام سنه يا يوسف؟ 18. 18. ليه تقول لي ليه؟ اقول لك حبيت السن هيفرق في الاراء. صح. حبيت كم مره؟ ايه مرتبط يا يوسف؟ لا لسه ماشي. لا بيقول لك 18 ما لحقش لسه. بين قوسين. مش بتشجع مين طب قبل ما نسمع الراي؟ ريال مدريد. ماشي ربنا. ايه الراي طيب؟ اليخاندرو جارناتشو اجمد وينجر في البريمير ليج اخر 10 سنين. هو انا المفروض اعلق ولا اقوم انسحب ولا اعمل ايه؟ مش عارف ازاي. جرناتشو مين؟ جارناتشو بتاع اليونايتد. يعني انت استنى بتختار بس يا غريب بالله عليك. بس استنى، انت اتفضل. بتتناقش في ايه؟ اجمد وينجر ماله؟ في البريمير ليج اخر 10 سنين. طيب انا ما عنديش اسئله اسالها له، يعني لو في حاجه مصطفى حابب تضيفها يعني انا عارف لو ده يعني ده انت بتشوفه في مقله جنب يعني جنب الكاجو وبتاع، فشفت جرناتشو ولا ايه؟ ما اصل السؤال لا، ما هو انت جاي تجنني من اول حاجه. هو انت متاكد من المعلومه دي؟ انا عندي سؤال طيب. ما شفتش يا ابني باتو الكسندر باتو؟ ما فاكره ده بتاع الميلان؟ ما شفتش بس حاجه ده. قال لك دوري انجليزي. جرناتشو طب هو بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ بناء على موهبته، مهارته، انه سريع وسامته. وحاسم في اوقات كتير مع اليونايتد. حاسم مع في فرقه اليونايتد. بتيجي ال 15 على الدوري. حاسم في ايه؟ ده بيشرب فيب يا ده حاسم طالع بفضيحه. مع ده اليونايتد. لسه في صوره متسربه له وهو بيعمل تاتو وماسك الفيب. انت عايز طب تقنعني انت إن ده عارف ان أحسن هو وينجر؟ ان هو عايز يمشي؟ في تشيلسي عايز يمضي معاه. ليه بقى؟ عشان هو احسن وينجر؟ لا طب انا هسألك سؤال، انت مدريدي صح؟ اه تاخده في مدريد؟ طبعا. على مين بقى؟ مكان مين؟ استنى. لا، على مين؟ على مين؟ على مين بابا. عندكم على بقى؟ مين؟ على هو بابا. بيكذب فشخ يا جدعان. لا لا لا، لا 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 أيوة. لا ويمكن هو مقتنع استنى ولازم بس. يتعالج. استنى ما هو بس. انت لو هتاخده في ريال مدريد هتضحي بمين؟ لو فينيسيوس مشي هاخده هو. لو هتمشي فينيسيوس عشان فينيسيوس جرناتشو؟ هتمشيه عشان جرناتشو صح؟ اه انت مقتنع بكده؟ انا مقتنع طب بكده. ايه مواصفات جرناتشو وهاني العجيزي؟ ايه المزايا اللي ما بينهم والاختلاف؟ تسمع عن هاني العجيزي؟ سمعت اسمه لكن سمعت الاسم ده؟ اه طب ايه اكتر لعيب تاني بتحبه بعد جرناتشو؟ بعد جارناتشو ناتشو مين؟ جوب بلينجهام. حلوه دي. فرق مستوى رهيب يعني. بص احنا كلنا قلنا طب انا اقول لك حاجه واحده بس. طيب محمد صلاح نزعلك في ايه؟ مش خلي هنعمل بالك. حاجه، صلاح كده كده تاريخه مع ليفربول طبعا بس ما معروف يجيش حاجه كده جنب كده. جرناتشو صح كده؟ بس ما يجيش حاجه جنب جرناتشو. بس هل طب اسالك سؤال، ساديو ماني ولا جرناتشو؟ جرناتشو. لا طبعا هو مقتنع. صح. محرز ولا جرناتشو؟ جرناتشو. 2 كيلو فول حراتي ولا جرناتشو؟ جرناتشو. ميسي ولا جرناتشو؟ انت كده جرناتشو. انت قال مين؟ جرناتشو على ميسي. طب يا بس جماعه جرناتشو وميسي مش في نفس المركز. لا ككاركتر يعني بس كلاعب ارجنتيني مش هو ده المشكله. كلاعب ارجنتيني جرناتشو جرناتشو. على ميسي. طب انا جاهز يا جماعه. انا مستعد اضحي برضه بالوقت تمام اهو. الصراحة. يلا. عشان ده لو رايه بجد انا يعني هتبقى في مشكله في لا آخر اصل حلقة. انت لو رايك بجد هستناك بره. ده بعيد عن اي حاجه. انا بقول لك الراجل كان حاسم في اوقات كتير مع اليونايتد، جاب لهم كاراباو كاب في 2023 واخر مره كمان جابوا اليونايتد جاب بطوله قبل كاراباو كاب كان في 2019 يوروبا ليج. لا هو سبب تسريب الميه اللي حصلت في الاستاد بتاعتهم. اصل انت بتقول لجرناتشو انت مقتنع بيه اللي هو الواد ده لعيب واحسن من ساديو واحسن من ميسي احسن من صلاح احسن من ميسي. هي صوره البيئة اللي على بطاقتك يا مدى في باشا. مانشستر يونايتد هي اللي مش لا، لا، مساعداه، لا، هي اللي لا. مش هو مش واخد حقه بسبب ان البيئه اللي حواليه في مانشستر يونايتد. يعني هو لو راح تشيلسي هينجح؟ كانت طبعا. انت متاكد من كده؟ طبعا. بما اني مدريدي ده ما يخشش مدريد، ده مشجع ولا لاعب.
عشان انت لا يا ابني، واحنا ناقصين يا ابني، وتقول لي عايز تمشي فينيسيوس. يعني انت مش شايف فينيسيوس ده؟ مش شايف يعني فينيسيوس يا باشا ما جاش من بعد البالون دور اللي اتسرقت. وجرناتشو اللي جه يا عم جرناتشو ما جاش من بعد ما اتولد، من بعد ما اتولد وعيط وبتاع. طب هو انت شفت اتفرجت على مانشستر يونايتد يعني في السنين اللي فاتت؟ اتفرجت لهم على في ماتشات. عز هو يمكن قوي في البلاي ستيشن وهو بيلعب باليونايتد. ممكن هي واخد انت بتلعب التيمت تيم؟ لكن صح لا. نسينا السؤال لا. ده. طب اسالك سؤال، في عز توهج راشفورد مع مانشستر يونايتد واعتقد الاثنين نفس المركز ده انا فاكر مظبوط يعني. يعني. صح مظبوط. جرناتشو على راشفورد. جرناتشو على راشفورد. طب انا يا عم خلصت قال جرناتشو على ميسي. لا أنا كداب خلصت كده كده. أسئلتي. شكرا يا جو. بص يا يوسف انا بحبك بس اللي بيحصل ده كذب كده كده انا لن اقبله. 3 كداب. شكرا هنلعب في الاخر. شكرا. استناني بعد الحلقه يا يوسف عايزك في حوار معلش. ايه الاخبار؟ الحمد لله عامل ايه؟ الحمد لله. احييك على الشامبر مبدئيا. شامبر النضاره انا اقدر النضارات يعني. اسمك ايه الاسم يا باشا؟ انا حمزه. حمزه. عامل ايه يا حمزه؟ اسم فيه حمز. طبعا جاي. كام سنه حمزه؟ 18 سنه. 18 سنة. 18 عام. ما شاء الله. اتحفني يا حمزه. اليخاندرو جرناتشو احسن من رونالدو. ليفربول سلوت احسن من ليفربول كلوب. فيها كلام. فيها كلام ماشي. دي نقدر نتناقش معاه شويه. دي فيها لا كلام. انت لسه قلت اسمه فيه حمز واراءه واراءه كده هياخد مننا اسئله. سلوت احسن ليفربول مع ليفربول سلوت احسن من والله يعني. ماشي. طب قبل ما نبدا نتناقش اشرح لنا طب ليه انت مقتنع بيه؟ انا شايف ان الناس اللي بتقول ان ليفربول السنه دي ما كانش عندها منافسه في الدوري هم نفس الناس اللي كانوا بيقولوا ان سيتي احتلت انجلترا في نفس الوقت لما كان في كلوب بيزق مع بيب دايما، وارتيتا لما كان بيزق دايما. فانا شايف ان اللي حصل مع ارني سلوت السنه دي ما كانش حظ، بل هو حتى الفرقه اللي معاه السنه دي اضعف من الفرقه اللي كانت مع كلوب في اخر كذا سنه. طبعا مع تقدير ان كلوب بدا بفرقه اضعف بكتير من اللي سلوت بدا معاها، لكن انك تكسب البريمير ليج من اول سنه ده اعجاز في حد ذاته. طب انت مش شايف ان اللي كلوب عمله هو اللي وسع الطريق لسلوت ان هو يخش ياخد الدوري؟ طب ماشي، طب ما غيره كتير ما عملوش. طب يعني انا اسالك سؤال انت شايف قوه السيتي السيزون اللي فات كانت بنفس القوه اللي كانت قدام كلوب؟ لا مش ما انا ما بتكلمش على السيتي، بس هو مش نفس السكواد. انت شايف الدوري كان قوي يعني النتائج ما كانتش بتخدم سلوت؟ النتائج كانت بتخدم بيب برضه. ارسنال برضه كانت قاعده بتزق لحد فتره كبيره. بس انت ارسنال الموسم اللي فات مسلم من بدري. انت كانت المنافسه اساسا. انت بتشجع مين بس؟ ارسنال. لا يبقى ده مستحيل يبقى رايك. لا رايي فعلا، لان انا شايف ان هو مش حظ. طب انا اسالك سؤال يعني انت شفت عشان هو اول بطوله جه خدها فتمام. طب انت عندك عماد النحاس لما مشي كولر خد الدوري مع الاهلي كده يبقى احسن لا من ما كولر؟ ده مش ده جه خد في اخر كام ماتش. اما اصل سلوت خلي بالك كلوب بدا من الصفر، يعني هو مديله فرقه جاهزه، مستلم فرقه جاهزه. بيقول له اتفضل. مش فرقه جاهزه، ما انت عندك في لعيبه مشيت ولعيبه ما كانتش جاهزه، انما انت لما تيجي تقارن الفرقه اللي كانت مع كلوب في احسن فتراته وهو بيزق مع سيتي وبرده ما عرفش يكسب مع مراعاه. ما هو اللي وصل الفرقه ان انا يعني هو اللي بنى الفرقه، هو اللي مديله القماشه. خلي بالك سلوت لما خد نقط الدوري دي كلوب محققها اكتر منه وما خدش الدوري. دي حقيقه عشان بقوه السيتي. طب الموضوع ده ما بينفعش ان هو طب ما انا ممكن اقول ان ارسنال كانت بتوصل في السيزونين اللي كانت بتنافس فيهم على الدوري مع سيتي كانت بوتوصل لبوينتس اعلى بكتير من اللي كانت ممكن فرق تانية كسبت بالدوري قبل كده كانت ممكن توصل. انا هسألك حاجه ثانيه. شجع الارسنال دي ضحك. هسألك حاجه ده ثانيه. انا واحده براوديه دوري الابطال اللي كلوب خده تمام، سلوت طلع من دور ال 16 تمام. هل اللي بي اس جي عملته السنه دي ده كان طبيعي؟ ما انت لازم برضو تبص على النقطه دي. ماشي، ما هو زي ما اللي بنقول اللي سيتي عملته ما كانش طبيعي، ما هو دايما هي في فرقه خارقه، الفكره انك تكسب في ظل وجود الفرقه اللي الخارقه. سيتي اللي باريس عملته السنه دي ده كان اعجاز فعلا، بدليل ان حصل في الفاينل ده عمره ما بيتكرر، ان انت اخر كذا سنه الشامبيونز ليج فاينل بيخسر 1-0 باستثناء السنه بتاعت مدريد اللي خلصت 2. فانا شايف ان اللي حصل مع ارن سلوت هو مدرب احسن من كلوب. لا انت ما بتقولش مدرب، انت بتقول ان ليفربول المنظومه اللي عملها في ليفربول السنه دي هي احسن من بتاعت كلوب على مدار المده كلها بتاعت يورجن كلوب. لا على مدار الموسم، يعني انا شايف ان يعني انت تقول سلوت انا اسالك سؤال يعني الموسم انت بتقارن الموسم الاول لكلوب مع الموسم الاول لسلوت ولا طبعًا. انت بتقارن احسن موسم الفتره بتاعت كلوب لليفربول هي طبعا ناجحه جدا بالنقله اللي هو عملها ماشي، لكن الانجاز اللي سلوت عمله يعني الانجاز اللي سلوت عمله في الموسم ده هو بتاريخ يورجن مش كلوب بتاريخ مع فرقه سلوت اللي هو عملها، مش اللي هو عملها لكن اللي هو بيقدمه معاها دلوقتي
احسن من الكره اللي كان بيقدمها كلوب أيوة. والانجاز اللي هو عمله انه كسب الدوري. طب ما كلوب كسب الدوري بعد 30 سنه، كانت اصعب اكيد بكتير. لا والدوري وكسب الدوري اون بيتن، كان كسبان مثلا 20 السنه حاجه. اللي فاتت انت شايفه كان صعب يعني كان مستحيل كان ليفربول يحققه. لا يعني السيتي كان ضعيف، الارسنال بيبني فرقه بقاله 9 سنين يحاول يجيب اي حاجه. ما عشان انت برضو عمال تضرب كلام، ما احنا نقول انا مش بضرب كلام، انا بقول ان ارسنال دلوقتي هي في احسن فورمه ليها في اخر 20 سنه. مين اللي في احسن فورمه ليها؟ ارسنال في احسن فورمه ليها من اخر الدوري ليه السنه اللي فاتت. انا بقول لك هي دي الفرقه اللي في المنافسه على الدوري في اخر 3 سنين متواصله، سواء كانت بتنافس السيتي او كانت بتنافس ليفربول. حلو. برضو ليفربول لما جه وهو كان متعثر جدا السيزون اللي قبله، جه مع سلوت وعرف يكسب. طب انا عايز اسالك كم لعيب ضرب مع كلوب؟ هتقول لي 3 4 5 صح؟ هم كانوا وصلوا للتوب فورم بتاعهم. تمام. مع سلوت السنه دي انا شايف ان صلاح مع سلوت السنه دي ايه اللعيب اللي ضرب معاه؟ محمد صلاح احسن موسم ليه غير صلاح. طب ماشي، هتقول لي احسن موسم ليه ايه؟ مع ارن سلوت اللي عمل. انا شايف ان صلاح تاريخه مع ليفربول، صلاح اول نص موسم ليه اللي قدمه ده احسن نص موسم في تاريخ لعيب. ما هو انت مش هتقيم اللاعب في البريمير ليج بالنص. ايوه ما غريب قوي ان انت يعني بتاخد الفتره. يعني محمد صلاح الموسم بتاع ارن سلوت ده احسن موسم لمحمد صلاح في تاريخه في الدوري الانجليزي. هو طبعا ولا لا؟ هو لان هو دي اقرب مره وصل فيها للبالون، اقرب يعني ممكن يكسب البالون دور دلوقتي. يعني فين محمد صلاح؟ ثانيه لا 17 18 انا بقول دي اكبر فرصه ليه دلوقتي ان هو يكسب لا انت خرجت من الشامبيونز 17 18. طيب يا حمزه 17 18 صلاح كسر الريكورد في اول سنه ليه في الدوري. طبعا وصل تشامبيونز ليج فاينل كان ممكن يكسبه لولا حوار كتفه. اظن دي كانت سنه اكيد اقوى من دي كانت وكانت اول سنه ليه محدش متوقعها. دي كانت اقوى سنه لصلاح، غير ان هو عمال يبني وخلاص بقى صلاح. طب ماشي، انا بتكلم ان هو صلاح دلوقتي وصل ان هو صلاح احنا ما كناش بنشوفه قبل كده كقائد في ليفربول. السنه دي مع سلوت بقى ليه اريحيه اكتر ان هو يتكلم ويبقى قائد في الملعب. انا شايف ان صلاح يعني بيئم بيهم يعني صلاه العصر. طب ليه انا عايز اسالك سؤال واحد بس، ليه ما تقولش ان الارن سلوت الموسم بتاعه ده نتيجه الفرشه بتاعت يورجن كلوب، وبالتالي هو نجح بسبب اللي عمله يورجن كلوب؟ هو اكيد نسبه منه كبيره بسبب اللي عمله. لا هو مش نسبه كبيره، هو نسبه كبيره، هو نسبه السنه اللي فاتت قبل السنه دي. طب كلوب عمل ايه السنه اللي فاتت؟ كان بينافس على الدوري لولا اخر 3 ماتشات منهم لله. كلوب السنه اللي فاتت ما كانش بينافس على الدوري. كريستال لا كان بينافس. لا بقول لك انت تقصد الموسم اللي قبل سلوت؟ الموسم اللي قبل سلوت كان بينافس بسبب كريستال بالاس لما اتغلب على في اخر الموسم خالص اللي حصل ان هو تدهور. ايوه بس كان بينافس قبلها يعني كان داخل ماتش السيتي كان فيها ان هو بينافس. بس ده كان طبيعي يحصل داون جريد لان هتحصل عمليه احلال وتجديد، والراجل قال انا همشي بس. أيوة. طبيعي ان يحصل. طبيعي. طب سؤال اخير معلش، انت شايف ده اقوى يعني الموسم اللي فات ده مثلا اقوى من اي موسم تحت كلوب، ولا انت شايفه ان هو؟ لا انا شايف الفكره اللي هو عملها في سنه. ايه الفكره؟ اللي هو يقدر يكسب البريمير ليج من اول سنه. مع الموضوع ده صعب جدا. ماشي بس زي ما احنا قلنا ما هو طب ما بيب اول ما جه البريمير ليج، لا بيب اول سنه ليه جاي الثالث وكان خسران 4-0 من ايفرتون وكان بينافس على البريمير ليج. كان بينافس على الشامبيونز ليج سوري على التوب فور. انا اسف على التوب فور. بالظبط. طب انتوا الارسنال انتوا هتاخدوا الدوري؟ لا انا ما بتكلمش، ده مش التوبيك بتاعنا خالص. هسألك سؤال، ده مش التوبيك بتاعنا خالص. بص اللي جاي بيتكلمش ديله اخر سؤال. ليفربول ارن سلوت احسن من ارسنال ارتيتا؟ يعني بصراحه لازم يعني انا مقتنع انه يعني صراحه ما ينفعش يقول لا. ما ينفعش يقول لا حتى لو ايه. بس انا شايفه بيتكلم بجد. انا هخليكم كلكم كده تفوتوا كده. قول لي انت رايك ايه؟ انا هو بص حاجه من الاثنين، يا اما هو بيتكلم بجد مقتنع جدا، ايوه صح، يا اما مذاكر والراجل ده هينتظره مستقبل هايل. دي حقيقه جدا جدا، في ثبات حتى في عنده ثبات انفعالي رهيب لو هو مش مقتنع برايه ده. خلي بالك سلوت هيكرمه بعد كده. والله هيعملوا له تمثال. طب انت انا مقتنع ان هو بيتكلم بجد، وانا حاسه بيتكلم بجد. يا حمزه مش حاسه لو غدر قول كده بتكلم بجد. طب انا بقول لكم فعلا انا بشجع ارسنال وشايف ان اللي هو. طب انت ليه ما تشجعش ليفربول؟ طيب انا عارف لما انت مقتنع والدنيا حلوه. انا بشجع ارسنال من قبل ما صلاح يروح. وانتوا مش تكسبوا اصلا دوري بشكلكم ده، والدنيا عندكم بايظه اصلا. بقى 9 سنين خلاص جابوا مهاجم دلوقتي خلاص. جبتوا مهاجم مش هتاخدوا برضو الدوري. لا هنرجع لك في اخر السيزون. انا بالنسبه لي هتقول بيتكلم كذاب. ماشي هنشوف في الاخر. ماشي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك ايه؟ محمد وائل. محمد، عندك كام سنة يا محمد؟ 20. ماشي، بدأنا نكبر شوية. شجع مين يا استاذ محمد؟ الزمالك. الزمالك بس ما تشجعش حد اوروبي؟
اوروبا يعني زمان كان ريال، بس دلوقتي بتفرج بس. الزمالك الريال المفروض العكس. المفروض الاول يقول لك انا الاول كنت بشوف كرة مصريه داخل علينا براي محلي. هو بالنسبه لي مش محني. لا بيقول محلي. محلي محلي. قول يا محمد. خش عليا. شيكابالا احسن لعيب في تاريخ القاره الافريقيه كلها ولا انت قلت تاريخ مصر كان ممكن اخد ودي معاك. يعني تاريخ مصر وافريقيا كلها. احسن من استنى بس عشان احنا داخلين في الحيطه. لا اصلا بيقول لك انا شايف ده رايي مش محنيك. امال ايه اللي محنيك طيب؟ يعني دروجبا يا توري صلاح. احسن ايه يا باشا؟ جورج ويا احسن لاعب. احسن لاعب في تاريخ القاره مش صانع العاب، مش مهاجم، مش مهاره، مش رو تالنت كده. لاعب احسن لاعب في افريقيا. انت مقتنع برايي؟ ايوه في افريقيا بقى، في تاريخ افريقيا كلها. في تاريخ افريقيا. طب ليه؟ كلها ده على مايكل اسيان ودروجبا وعلى كل حاجه وابو تريكا ايوه يا باشا. ده هو لا سيبك من دول كمان. جورج ويا اللي واخد البالون دور، عبيدي بيليه، الناس دي كلها ما تجيش حاجه. الناس دي كانوا ظلموا نفسهم في الكوره. كل الناس دي عندهم متابعين قناه اولى، عندها ثغرات. طب سؤال، شيكابالا ما عندوش ثغرات؟ لا. شيكابالا لما راح سبورتنج عمل ايه؟ شيكابالا لما كان في سبورتنج كان بيلعب حلو جدا، بس لا 3 ماتشات اصلا 4 ماتشات. فين اللي هيلعب؟ ايوه برضه خلي بالك عشان هو شيكابالا هو لعيب كبير. اكيد لعيب كبير، ما فيهاش كلام. وانت لو قلتها لي في مصر ماشي، وشيكابالا من الناس اللي هي يعني ظلمت نفسها ككوره حتى، يعني لو كان ركز في الملعب اكتر كان هيروح في حته ثانيه احسن. انا خايف عليك يا درش. لا شيكابالا لا انا بكلم، لا نتمنى اقول شيكابالا من الناس اللي ظلمت نفسها في الكوره. لو كان ساب نفسه وده كان مشاكل جوه الملعب والله العظيم كنت هتشوف شيكابالا ده مدغدغ الدنيا بره. شيكابالا يا جماعه بيتكلم كان ممكن على فكره، كان ممكن الراي ده هو شيكابالا بيتكلم الكوره. يعني انا بالنسبه لي تصريحات حتى اللي اتقالت عليه مانويل جوزيه قال لك تتمنى مين اكتر لعيب تجيبه. شوف كان عايزه في الاهلي دي، قال لك انا عايز الراجل ده. ابو تريكه جه قال لك ايه؟ قال لك انا عايز، قال لك شيكابالا. بص لا انت مش قاعد عند حلاق بقى. ايه ده شويه. انا بقيس برضو في ناس، انما لما تيجي تقول لي شيكابالا احسن مثلا يعني صامويل ايتو، دروجبا، مايكل. ايوه الناس دي عندها حته، بس هم امال ده بقول لك ايه يا وائل، هو شيكابالا احسن في تاريخ، احسن لاعب في تاريخ افريقيا. يعني هو احسن من صلاح. هو شيكابالا بيلعب ايه في الملعب؟ احسن من صلاح. جرايت وصانع العاب. ايوه احسن من صلاح في افريقيا كلاعب. انا بالنسبه لي احسن. يعني انت مش بتتكلم كمسيره. طيب سؤال. لا انا كلاعب، لاعب قصاد لاعب. انت ما تعمليش احصائيات ماشي. الاختبارات اللي هي انا نسبه ومش عارف كام. هو بيحكم على شيكابالا الاختبارات اللي هي بتاعت ايه 10 كور يشوطهم في العرض. هو شيكابالا كلاعب لاعب، بس انت بتكلمه كلاعب مش مع فريق. يعني انت الفريق هيأثر اكيد على واحد زي صلاح. سؤال عشان نفهم بس رايك اكتر شويه، انت قصدك اكتر لعيب مهاري بالكوره يعني بعيدا عن عمل الفاسيلتي، ولا كلاعب متكامل؟ متكامل ان جنرال. ايوه انت بتحكم على اللاعب كده اكتر من صلاح ماشي انا معاك. انت بتحكم على اللاعب ده كده ولا ببطولاته بانجازاته؟ لا انا ماليش دعوه يعني ايه صحيح البطوله دي، المعيار بتاعها البطوله دي مش هتقيس اللاعب. يعني مارادونا في 86 لما عمل كل حاجه. لا مارادونا في 86 لما عمل كل حاجه مع الارجنتين دي، ما كان ده هو الراجل اللي شال الفرقه دي. ما كانش بتقيس لاعب. يعني حسام حسن وحازم امام يا سيدي عشان اجيب لك 98. هو الزمالك كان هيبقى ليه منافسه اصلا لو شيكابالا ما كانش موجود في فترات كتيره. انت تعرف ان الزمالك خد بطولات اكتر من الاهلي ايام ما كان شيكابالا مش موجود. بس هو اصلا اللي حط الزمالك في المنافسه. تعرف اللي اخر بطوله افريقيه حصل عليها الزمالك 2002 قدام الرجاء شيكابالا ما كانش موجود. قد يكون صحيح. هو ممكن الزمالك على الخريطه اصلا. هو بيدافع في وقت كان لا الزمالك موجود على الخريطه. لا يبقى انت كده مشجع جديد يؤسفني ومديني بحاجه في وشي. ليه بقى؟ لا ليه؟ انا راجل اهلاوي، بس لما تيجي تقول الزمالك ما كانش موجود على الخريطه، لا الزمالك فريق كبير في وقت معين وقع موجود. لا الزمالك طول عمره موجود. الزمالك هو اللي ساعد شيكابالا اللي هو يتعرف ويخش وبتاع، انما الزمالك لا هو مفيش لعيب اكبر من النادي كده. طيب ما انت لسه بتقول هو اللي حطه على الخريطه. هو حطه كمنافسه. ما انا بقول لك شيكابالا عمل ايه للزمالك؟ شيكابالا عمل ايه للزمالك من حيث البطولات؟ مش من حيث البطولات، هو اللي اصلا خلى الزمالك في وقت ينافس على البطولات. طب سؤال، تعال ناخدها حته ثانيه. طب ثانيه، يا توريه عارفه بيلعبوا مراكز مختلفه تماما، لعيب مش متكامل بالنسبه لدوره في الملعب، زي شيكابالا متكامل اكتر منه في مركزه. انت مقتنع بكده بجد يعني؟ ايوه
يعني اقول لك حاجه، حط شيكابالا في فرقه سيتي بتاعت جوارديولا او في فرقه برشلونه بتاعت 2009 اقول لك احسن كان هيبقى من اهم لاعيبتهم اكيد. طب ليه يعني ما كانش اهم لعيب لما راح سبورتنج؟ هو ايه اللي ودانا لان هو ما خدش فرصه اكيد اصلا في وجود ميسي وتشافي ونيستا انت قلت اكيد من غير ما تفكر. انا بسمعه ده يعني هو طب يعني هو شيكابالا هو ايه؟ انت احسن من صلاح؟ ما انا انا هضربه مش دلوقتي. انا مش دلوقتي. انا مشكلتي ان هو مش بحنيك انت لا يعني هو شيكابالا شايفه انت احسن من صلاح واحسن من كل الناس. ايوه هو احسن لعيب في افريقيا بالنسبه لك، لكن مش في احنا العالم. بنتكلم في حته ايه؟ بنتكلم في حته ان هو لعيب قصاد لعيب. صح. انا معاك. يعني في خماسي يعني لا لعيب قصاد لعيب. انا اصلا مش هتفرج على لعيب. انا ماشي، انا عايز الفرقه كلها تكسبني، بس انا عايز لعيب اقول عليه ان ده احسن حرفنه يعني كاكا حرفنه. ما كل ما جه في حته ما شيكابالا عنده كل حاجه حرفنه. يعني هو شيكابالا هو اسيستات احسن من صلاح. معلش لا احسن من صلاح. اسيستات احسن من صلاح. اللي صلاح بيعمله في البريمير ليج اصعب دوري في العالم وفي الشامبيونز ليج. ما معاه منظومه بتساعد. معاه منظومه. شيكابالا لوحده بيعمل كل حاجه. يعني شيكابالا هو يعني شيكابالا بيرمي الاسيست ويروح يجيب جول. بس هو في فرق ان انت مثلا بتدي كوره اللي هو حد يحاول معاه. شيكابالا كان في اسيستات. صلاح كان بيعمل اسيستات لنونيز يا عم. بس ماشي كده تايم كده تايم. ويؤسفني ان انا حاسه بيتكلم بجد برضه. مش اتمنى تكون كذاب. كذاب والله. اصل لو مش كذاب مشكلتي هتبقى معاك انت. انا ما اعرفش حد باللي جاي. لا انا بتفاجئ زيك يا باشا. انت يا عمر. المشكله ان في يعني ما اقصدش حاجه والله، بس هو في انت بتشجع ايه؟ انت زملكاوي؟ باين اكيد في زملكاويه كتير بالنسبه لهم شيكابالا ده يعني فاهم. لا بس خدها ليفل تاني. مفيش هو خدها فعلا في ليفل تاني. هو خدها فعلا في ليفل تاني. انت شايفه بيتكلم بجد؟ انا للاسف حاسه بيتكلم بجد، بس انت كده اللي هتبقى الحاسب ان هو قال كذاب. انا قلت كذاب. لا يا اخي مش مقتنع. اعمل فيه ايه؟ اصل هي برضو مش منطقيه يعني. انا مش عارف. اصل ده مش راي منطقي برضه. يعني احنا افريقيا فيها ناس كتيره قوي. هو مش منطقي. فيها ناس كتيره قوي. يعني شيكابالا احسن من حسام حسن. ايه بس ايه بقى في اللي انا بقوله؟ انت كداب كداب. ايوه خليك اسمع مني. اسمع مني. ولو قال الصدق برضه مستنيينه برضه. انتوا هتلاقوني عرباجي النهارده عشان نشوف. شكرا. السلام ورحمه الله وبركاته. استرها علينا يا رب. اسمك اول حاجه؟ مصطفى حسين. عندك كام سنه يا مصطفى؟ عندي 23 سنه. الله. احنا عمالين نكبر واحده واحده بس الاراء ما بتختلفش. 20 عام. ماشي يا مصطفى. بتشجع مين؟ برشلونه والاهلي. كده حلو. ده حبيبك. كده اقول لك انت بتتكلم بجد من غير اي حاجه. برشلونه والاهلي. عارف ليه؟ لان داخل كده. مالكش دعوه بيه بس. مالكش دعوه بيه انت بالراحه بس. ماشي اتفضل. ضحكتك دي وراها حاجه مريبه. لا والله كارثه. لا عادي والله. قول الراي. جود بيلينغهام 1 سيزون وندر. لا ليه عمليه زعلنا منك كده او تزعلنا يعني. هو ممكن ما يتفق معاك. وان ايه؟ حلو. لعيب موسم واحد يعني. طب مين ده يا باشا؟ جود بيلينغهام. فجاه بقت بتتكلم عليا كأنه محمد عاشور الادبي. جود بيلينغهام. عندي سؤال طبعا. هو سيزون واحد بس ما عملش غيره. خليها واحده ما يعرفوش عاشور. هو العادي ان اللعيب هو 16 سنه يبقى لعيب في فرقته لدرجه يخلوا الرقم ده يتلغي من النادي. لا مش الفكره في كده. هو داخل على 23. هو احنا مش لا بتكلم لما كان في بيرمنجهام اصلا حتى مش هيجي لك لسه في دورتموند ومدريد. لا لعيب كان طفره في بيرمنجهام لدرجه ان هم لغوا الرقم بتاعه. قال لك هنكرمه ومحدش ياخد الرقم ده من بعده وهو عنده 16 سنه. ماشي. انا مش هتكلم في بيرمنجهام. انا هتكلم في دورتموند. بتكلم على دورتموند. خلينا دورتموند. لا انا لما وصل للتوب فورم او لما وصل ان هو بينافس في ايه السيزون اللي انت معتبره 1 سيزون اللي هو بتاع اول سيزون اللي هو بتاع ريال مدريد اول سيزون. طب وفي دورتموند قبلها؟ هو ما كانش زي السيزون بتاع ريال مدريد. كنت بتتفرج عليه؟ كنت بتفرج عليه. احصائياته في السيزون ده كانت اعلى من اي خط نص تاني في سنه. ده اول حاجه. تاني حاجه دورتموند كانوا على وشك ياخدوا الدوري لحد اخر ماتش اللي هو كان متصاب فيه. لا انا عندي سؤال. هو ما كانش متصاب. هو كان قاعد دكه. اتعادلوا 2-2. كان قاعد دكه والمدرب كان قاعد دكه ليه؟ عشان هو لعيب تعبان يا عم. ايوه هو هقول لك على حاجه. انا هقول لك لا رد انت بقى. استنى انا اللي بشجع برشلونه. بيلينغهام لا انا بيذكرني في الخير على طول. برشلونه. ايوه هو لما راح. بص هو انت بالنسبه لي كنت ماشي كويس جدا لحد ما قلت ايه؟ لعيب تعبان. طب انا اقول لك هو دلوقتي لما رجع مركزه الاساسي في خط الوسط عمل ايه السنه دي؟ عمل سيزون حلو على فكره. بس هو على فكره الفرقه كلها وحشه يا ابني. ده بيلعب بقاله 6 شهور كتفه يا ابني. كتفه كان بيلعب. هو راح يعمل هو كان بيلعب بكتفه ده. وهل الريال بقوه السنين اللي فاتت؟ لا هو السيزون اللي كان يعني السيزون اللي كان مفاير فيه كان برضه كتفه مصاب. بس هو ايه اللي خدمه؟ ان هو كان بيلعب سترايكر.
كان بيلعب سترايكر اولا ما انا اقول لك ده اللي خده. لا هو يعني كان بيلعب قدام، كان خده من جنبيه فينيسيوس، بيلعب رقم 10 زي مليون خط نص. لا هو ما كانش فيه مهاجم، كان بيلعب هو وساعات ما هكمل لك، وكان كان وراه توني كروس كان بيلعب بالظبط. حتى خوسيلو كان ايه، كان بيطلع نار من بقه عشان خاطر نفس الكلام، هو وراه ناس بتصنع له، فهو اي حد في انا لو رحت البوزيشن دوت هجيب نص اهداف بلينجهام. انت ما تقولش كلام بيضحك. ايوه لا ما هو الموسم اللي فات ما تقولش كلام غريب. واحنا بنشجع برشلونه احنا دايسين على ريال مدريد 4 ماتشات على عيني وعلى راسي كده بس الفرقه احنا دوسنا عليكم العمر كله. استنى احنا دوسنا عليكم العمر كله. تمام يا باشا، تمام يا باشا، هتتكلم معاك كده انت دلوقتي الموسم اللي فات هل ريال مدريد كان دي مستوى اللعيبه كلها؟ لا هو ده مستوى بلينجهام الحقيقي، هو السنه اللي هو كان مفاير فيها هو اللي جاب فيها. قال لك ايه المستوى الحقيقي؟ سؤال بلينجهام السنه اللي فاتت كان مطلوب منه فعلا ادوار دفاعيه بجانب الادوار الهجوميه، بالرغم من كده كان من احسن لعيبه مدريد، حتى مدريد وحشه. ما هو ده لعيب خط الوسط، ما هو ده لعيب خط الوسط اللي طلب منه ادوار دفاعيه. خط الوسط فيه كذا خط وسط زي بيدري كده. بص بيدري بيعمل ايه مع برشلونه مثلا السنه اللي فاتت؟ كده ان هو بيكلمني من حته يعني. طب انت بتقول بيدري، انت ثانيه واحده انت شايف قوه برشلونه دلوقتي زي قوه مدريد كمنظومه؟ يعني لو وديت بلينجهام برشلونه، لا حاليا دلوقتي برشلونه كمنظومه اقوى صح؟ ما هو ده يعني انت دلوقتي لو وديت بلينجهام السنه اللي فاتت برشلونه كان هيعمل ايه؟ هينفجر جوه المنظومه صح ولا لا؟ لا هو ده اللي انا عايز اوصله. هو بلينجهام عنده 23 سنه، يعني بقى له 5 سنين مثلا في بيلعب في الدوريات. لا مش مسن، ما انا هكمل لك. هو سيزون واحد. انت عندك كام سنه؟ انا قده 23 سنه. هاتوا له كرسي لا انا عادي، انا زي الفل، هاتوا له كرسي، انا دكتور يعني. المهم يعني هو 5 سنين ما عملش فيهم غير سيزون واحد برايم حلو قوي كل حاجه، بس عشان خاطر زي ما قلت لك حاجات مساعدات. غير كده هو 1 سيزون وندر. لا يا عم هقول لك 1 سيزون وندر ده تقولها على 100 شو، تقولها على لعيب كان بيجيب مثلا جون في النص وبعدين راح ينفجر، او على جرناتشو. احنا مش هنشوف خير بعد جرناتشو. بس انت ما ينفعش تقول على لعيب في كل سنه بيعلي مستوى. يعني هو مش بيعلي مستواه. هو في دورتموند دفع فيه 100 مليون ليه؟ عشان انجليزي ولا عشان وسيم؟ هو الاعلام نفخه. ايوه طبعا هو عشان خاطر الاعلام الانجليزي. انهي اعلام نفخه؟ هو دلوقتي الصحف الانجليزيه يا عم جابوه هندي وبيبيع بخور عيب، هتقعد تقول لي فين الاعلام اللي نفخه؟ هو الاعلام نفخ بلينجهام. طب هو بلينجهام ممكن تقول لي بلينجهام عمل ايه السنه اللي فاتت او قبل السنه اللي جابها؟ الراجل بقاله ريال مدريد كلها ما عملتش بالظبط. انا عارف بلينجهام قبل ما يروح ريال مدريد السنه اللي فاتت، بلينجهام قبل ما يروح ريال مدريد هل كان بنفس مستواه بتاع السيزون اللي هو 1 سيزون وندر؟ ما هو طبيعي ان هو بيعلي من مستواه. ما هو رجع لمستواه الحقيقي، هو مش معلاه. هو المفروض ان كل سنه لعيب خط نص يبقى من هدافين الفرقه او ياخد شامبيونز ليج ودوري. لا بس يبقى في استمراريه. هو هداف الفرقه. ايه فين الاستمراريه؟ عندي اسالك سؤال، امتى هتقول ان جود بلينجهام مش 1 سيزون وندر؟ تنتظر منه ايه؟ لما يكون في استمراريه. ثانيه واحده، مين اللعيب اللي في برشلونه اللي اخر 5 سنين كان 1 سيزون؟ يعني ايه كان 1 سيزون؟ هو في استمراريه. انت عايز اقارن اللعيبه برشلونه كلها فيها استمراريه؟ لا يعني مثلا بيدري بيلعب من ايام ما ميسي كان في برشلونه نفس المستوى من ساعتها. بيدري ما عندوش سيزونز وقع. بيدري الموسم اللي بعد الاصابه، بس هو بيدري من اول سيزون مع ميسي كان جوهره. كيليان امبابي قبل السن ده اصلا ما بتبقاش لسه بدات تلعب. يعني انسو فاتي ده ايه يا باشا؟ لا انا مش بتكلم عن فاتي اللي عنده ان هو كويس. انا بتكلم ان هو واحد من 18 ل 23 زي كيليان امبابي مثلا في استمراريه، زي مثلا جمال موسيالا في استمراريه. مش بقول ان هو هيديني 100% بس هديه 80%. جمال موسيالا بيعمل ايه؟ طب فينيسيوس ايه؟ استمراريه؟ لا مش بتكلم، انا بتكلم عن بلينجهام هو ال1 سيزون وندر. مش بتكلم عن انا شايف ان بلينجهام كده. للاسف انت بتتكلم بجد عشان انت برشلوني. بتتكلم جد وانا بتتكلم جد وابتديت تشخصنها. لا مش قصدي، لا والله. انا عاجبني رايك عموما. هل اتفق بيه ولا لا معاك دي بعدين مش قدام الكاميرات خلصانه. بس انت الغريب بس عجبنا رايك. قال لك ايه؟ عشان لعيب تعبان قاعد بره عشان لعيب تعبان. مستحيل تكون شايف بلينجهام لعيب تعبان. طب هو ليه قعدوا بره اصلا؟ اخر ماتش في الدوري المفروض هيكسب. لا والله كان قد كان لسه راجع. حبيبي كان لسه راجع والله. انا لو معايا برجلي واحده. لا انت كده بتتكلم بجد. موضوع اصابه الكتف دي برضو كانت يعني سبب رئيسي، بس هو بيتكلم بجد. هو بيتكلم بجد. هو بيتكلم بجد. تمام. بس هناخد الدوري السنه دي يا باشا. اسمك ايه؟ محمد اسعد. محمد اسعد. السن يا استاذ محمد 28. حلو كده. يعني اديني بقى في الايه الكلام اللي المفروض الراي يبقى موزون بقى. اديني في دار الموسيقى. هو رايي ممكن يبقى هنا وهنا. لا اديني في دار لو الموسيقى. الفار طبق من زمان كان زمان ريال مدريد اقل من الليفر وبايرن ميلان كمان في دوري الابطال. وبعدين بقى في اللي احنا فيه ده بقى بس انا ده عشان ده ما بيكتبش. ثانيه انت بتقول ايه؟ قول تاني. لو الفار متطبق من زمان كان زمان ريال مدريد اقل من البايرن وميلان وليفربول. ثانيه ماشي بالراحه. في دوري ابطال اوروبا انت بتشجع مين؟ بتشجع مين؟ ليفربول. ماشي ده راي يجي من حد ليفربولي، بس اسالك بالراحه. طب واحده انت من زمان ده اللي هو من سنه كام؟ من بدايه ما بدات البطوله عامه من سنه 56. من ساعه ما بدات البطوله. خلينا نتفادى واضحه لحد دلوقتي. خلينا نتفادى السنين الاولانيه. انت مشكلتك يعني مع الريال طبعا. ريال مدريد اللي هو ما خدش. طب انت بتشجع برشلونه؟ لا قال لك ليفربول. بتحب برشلونه؟ لا وقال لك بحب برشلونه بس مش هشجعها. ليفر ام. ليفر ام. هسالك حاجه بالراحه. ليفربول لما خد تشامبيونز ليج 2005 اكيد انت حافظ الماتش ده.
ماشي دودك طلع من كان ناقص يقف يطلع قدام بره المنطقه يصد ضربات جزاء. ماشي بس هو كان ساعتها القانون برضه في ماتشات كتير غيرها القانون كان مش بيطبق فيها، ما كانش بيطبق لان برضه الريال نفسها اللي طبق عليها القانون ده برضه في ماتشات في دوري الابطال. طيب ضربه الجزاء بتاعت برشلونه وتشيلسي بتاعت دروجبا معلش ضربات ده الجزاء كان ايه يا باشا؟ لا ده كان في تحكيم 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 عادل بس برشلونه قال كده يا في باشا الابطال تحكيم عادل ايوه طبعا تحكيم عادل يا باشا يعني الغلطات تحكيم دي عادل الغلطات دي بتحصل مع كل الفرق. انت اللي بعته بس مع الفرق بنسب مع الغلطات دي طب بتحصل. اسالك سؤال، قول لي ايه البطولات اللي انت شايف ان ريال مدريد في دوري ابطال خدها بالحب؟ يستعد. يلا اتفضل جاهز. اول بطوله اصلا اللي بدات بتاعت 56 سيبك 56 خلينا في الكوره أصلاً الحديثه يا باشا 56 ما دي حاجات دي ليها وصفات موجوده حضرتك. 94 خلينا في الجديد يعني خلينا نتكلم في الحاجات اللي احنا حضرناها نبدا كلنا في سن بعض. بالسلسله اللي هي بعد العشره يعني احنا من العشرة 56 ايه الغلطه اللي في العشره معلش؟ الكوع العشرة بتاعت راموس 2014 ايوه اتلتيكو مدريد ايه مالها؟ ده في كوع اللي قبلها الجول. ايه الكوع ده؟ انا مش عارف الكوع ده فاول وباينه قوي. فاول اللي هو راموس يعني لما جاب الجول سيميوني- طالع بيضرب. سيميوني ما اعترضش، لعيبه اتلتيكو ما اعترضوش، هو بس لا، انت اللي هو اتحمى اكتر، هو اتحمى ده بتبع من في اكتر من كده في 56. كتير. في ده ماتش لو ريال بايرن. مدريد واخد ورثك مش هتقول لي من 56. ده مش لا هتقول من ما الحاجات دي موجوده لحد ماتش دلوقتي. البايرن. ده في ضربه جزاء ماشي. من بره ال 18 حلو طب سؤال، كمان ماتش ماشي. البايرن. ده ماتش سؤال. اتلتيكو ماتش بايرن أتلتيكو. 2016 وماتش اليوفي وماتش اليوفي بتاع ضربه جزاء بن ده عطيه. رايك انت بقى ده هو عمال تعد بقى ده رايك انت بقى سيبولي يا باشا اللي وصلوا نهائي ليفربول ده برضو ايه اللي وصلوا نهائي ليفربول؟ 2018 بتاع ديوف مالها ايه الغلطه ضربه اللي جزاء جابت؟ بن عطيه بن عطيه هي اللي طرد فيها بوفون ما فيهاش ده اي حاجه. ازاي ما فيهاش حاجه يا عم؟ شايط ما كده فيهاش اي شايط حاجه صدره لا. يا جدعان يعني شايط صدره. هي دي في الدوري المصري بتتحسب بالعافيه. هقول لك حاجه كده كل الفرق بيبقى فيها ماتشات فيها غلطات زي دي تمام. زي ما يعني ليفربول كده في الفاينل اول حاجه حتى الفاينل بتاع 2019 بتوع توتنهام بيحوحوا في البلنتي يقعدوا يقول لك جت في ليه؟ كتف. لا كانت ايده دي بس كوع راموس ها. يعني انت شايف دلوقتي كل بطولات ريال مدريد الاوروبيه واخدها بالتحكيم مش كله امال ايه؟ بس هو كام لو بطولة؟ تشيل اكتر من 8 بطولات 8 بطولات طبعاً. يعني اسالك طب انا سؤال، يعني انت حتى لو شلت 8 هيبقوا لسه فوق بايرن وفوق ليفربول لا وفوق لا لا يا برشلونة. عم هيبقوا قد الميلان وغير عم كده أنا لا ما في حاجه كمان. طيب برشلونه بطولات خد الريال. كام بطوله؟ 5 ابطال لا خد كام واحده بالتحكيم؟ بالتحكيم اه بتاعت تشيلسي قبل الفار ماشي تشيلسي بتاع تشيلسي أيوة. عد معايا. عد تمام. بقى ها 2019 2006 بتوع ارسنال بيعيطوا ارسنال لحد 2006 دي النهارده. ما فيهاش حاجه. ارسنال ايه؟ الطرد صح وكل حاجه صح. لا مش كل صح. حاجه صح. لا كل مش حاجه صح صح. لا مش صح هو بيضحك ماشي اصلا بس هو لا فرقتك ما في لا حاجه ما كمان. ما دي فرقتي ماشي. اللي بيتكلم عليه خليك في فرقتك. ما هو بيتكلم عن ريال يا الريال فيه سيدي. اخطاء ليه ضرت فرق زي البايرن. انت شايف ان معظم بطولات الريال حرام دي صح؟ حقيقه 100%. احنا راضيين انت ماشي مقتنع طيب. ان انت انا مقتنع يا سيدي انت مقتنع. انا بتجامل وانت بتتجامل يعني يبقى أنا قصدي تيجي أقول- تقف هنا ماشي. تقول لي انا بتجامل وانت ما انت بتتجامل. مجاملاتك اثرت يبقى على دي الفرق اللي بتنافسك. اخطاء تحكيميه ايه؟ اخطاء تحكيميه اثرت على فرق بتنافسك. ماشي بقى ما انا فيهاش قصدي حاجه اللي أقول- انا مسابقك بسنين ضوئيه انت مسوي سنين ده بسبب التحكيم. ما انت لو التحكيم ده مستحيل صح تكون كان زمان مقتنع. قربنا. بص يا محمد اقول لك حاجه مش هقول لك ان مدريد ما فيش لا هو ماتشات بيتكلم بجد خلي بالك في ماتشات كده هو كده اكيد بيتكلم تحكيميه بجد. فيها غلطات وليفربول بيتكلم. نفس الكلام وبرشلونه نفس الكلام كل الفرق نفس الكلام لو مسكنا اي فرقه هتلاقي ان فيها غلطات ممكن تقاوح ان مدريد اكتر شويه عشان مدريد بتوصل اكتر شويه ماشي بس الريال- عامه كده التايم خلص بقول لك انت إيه، رايك بس كده سمعناه بس خلاص وللاسف بس خلاص انت بتتكلم بجد هو بيتكلم بجد هي النفسيه وحشه ما بيكذبش والله هو بيتكلم بجد شوف بتتكلم بيتكلم بجد نفسي واحد يجي يديني عمرو الاسم يا باشا. مؤمن محمد استاذ مؤمن كام سنه؟ 25 سنه انا حاسسك يا مؤمن هتقول اغرب راي في الحلقة. بتشجع مين؟ مانشستر يونايتد يبقى ده اغرب هتقول جرناتشو احسن لاعب في تاريخ الماتش ده اتضرب بالجزم شكرا بس ده اليونايتد ده لو اليونايتد. لو شوف لو ده عايز بقى. تتكلم بجد كده لا، اختار اللي خلاص. انت عايزه وانا احنا راضي هندردش ده بيقول لك معاه. انا مش هلعب سنه علشان امضي لتشيلسي سامع بتاع احب جرناتشو اسمع الراي اللي انت داخل عليا بيه. برونو احسن خط نص ملعب اخر 25 سنه اخر كام؟ اخر ايه؟ 25 سنه اخر خط زعلتني منك يا مؤمن كنت ده ماشي جاله حلو والله تأبيد. برونو جاله افضل تأبيده 25 خط سنه وسط اخر 25 اشمعنى اخر 25 سنه؟ عامة انت شبهه شويه والله يدي على لا، والله العظيم بجد والله يعني شبهه يعني اشمعنى اخر 25 عشان سنة؟ انت هتقارنه احنا فينا منين؟ دي بالبرتغاليين. بروين، نيستا، مودريتش. قارنه بانيستا وقارنه بتشافي وقارنه طارق ببدري حامد وقارنه ماشي هو برونو لو مكان عشان هو بيقولوا طبعا برونو لو في جيل برشلونه هيعمل ارقام اكتر من نيستا. هي مش بالارقام عامة يعني ما وبالاداء هو برونو لو اخر 5-6 سنين لو مش موجود احنا هنهبط. ماشي بص انا هقول لك برونو ارقامه حلوه بس انت أوي. بتتكلم ده في مرعبة. الكيس بتاعت مانشستر يونايتد فانا بس ممكن خلاص. اتفهمها يعني انت ممكن إن حتى تقول هو احسن خط نص
في اخر 25 سنه مثلا في اليونايتد. ممكن اخد راين ودي جيجز معاك. بقى وبول سكول يعني بول صح. سكول صحيح. بول لا سكول هو ما هو هو محافظ كل سنه ان هو اكتر لعيب صناعه للفرص. ماشي سيبك انا عارف انه بيصنع فرص اكتر من دي بروين ساعات، بس سؤال طيب سكولز، انت راجل بتشجع يونايتد وحضرت سكولز ولا لا؟ تمام يعني سكولز ده بيتقارن بزيدان، سكولز ده بيتقارن بتشافي وانيستا ولامبارد وفي خناقات كبيره قوي. برونو احسن من سكولز؟ برونو سكولز اللي واخد 13 دوري. انا بالنسبه لي سكولز كان في ناس بتساعده. برونو مفيش حد، وتبص يمينك وشمالك الدنيا بايظه. ايوه معاه دي معاه. بس انا يوم ما جابوا له كاريسميرو مش عارف ايه كان بيلعب جنبه له واحد شبه الإيه. بس دي لوحدها جابوا له واحد شبه الإيه. مش كافيه انك تلغي كل اللي الناس بتحققه. يعني ما ينفعش عشان اقول سكولز كان عنده فرقه قويه يبقى كده خلاص مش هينفع اتكلم على اللي حققه، لان هو كده مثلا سكولز في مواسم كان معاه برضو لا اللعيبه ما كانتش اتقل حاجه. طب مش كل هو خد 13 دوري وعلى مستوى العالم في اسماء كتيره جدا، وانت شايفه على مستوى العالم صح؟ يلعب مستريح في برشلونه وريال مدريد على اي حاجه. ماشي هو يلعب مودريتش وكروس وكازيميرو في لما كان ده الثلاثي كان هيلعب فيه، كان هيلعب في خط كان يلعب على مين بقى فيهم؟ يلعب على اي حد. هو دلوقتي برونو يتحط 6 8 10 بيلعب في اي حته. برونو اخره بس هو لا يلعب على مودريتش عادي. يلعب على مودريتش عادي. هو برونو عامل مساهمات اكتر من مودريتش اصلا. ما هي مش بالمساهمات، يلعب على انيستا وتشافي، يلعب لا بس عايز اقول لك على انيستا حاجه، مودريتش ده استنى بس النبي يجاوب على موضوع انيستا وتشافي ده. ثانيه يلعب على انيستا 2009 برايم يلعب على جوارديولا، يلعب على انيستا وتشافي. استاذ غريب انا هنسحب من انا خلي بالك اصل انت عارف انا اقول لك مستحيل يا ابني انا بالنسبه لي برونو انا عندي مشكله معاه. ليه برونو تملي بيفكرني والله العظيم ما بهزر الحبهان اللي في الشوربه. هو بيجي لك كده وفاكر انا ما برتاحلوش. عيل اصفر والله ليه بس كده بس عيل اصفر وما رضاش بيسلم على رونالدو، لما بيجيب جون بيقعد بيحسسنا اللي هو بطل ابطال العالم. يعني انا عايز اقول لك على حاجه هو ليه ما جالوش عروض من مدريد وبرشلونه؟ لا جاله باريس سان جيرمان. محدش شايفه جاله من باريس سان جيرمان 120 مليون. مين ده؟ مين ده؟ عليا النعمه. ماشي لسه اخر حاجه جاله. هو المصحف مجاله. والله يا عم افترض انه يونايتد كانوا معاه في ثانيه. يا عم افترض والله يعني هو عايزين 14 جنيه. احسن خط نص في العالم دلوقتي ما جالوش عروض. ايه ايوه ما جالوش ما جالوش الا النصر السعودي. جاله موسم انت قلت احسن خط نص في العالم دلوقتي يعني هو احسن من بدري الموسم اللي فات. طبعا. ايه ارقام بدري اصلا؟ ايه ارقام بدري 0-10 خد ارقام بدري. طب بيلينغهام الموسم اللي قبله اللي كسب فيه تشامبيونز ليج والدوري وكان من هدافين مدريد وبتاع. اقول لك برونو في 2021 عامل 45 مساهمه. يا عم انت ليه كل حاجه ماشيه؟ لعبني بينج بونج. ليه يلا قبل ما يخلصوا هم لعبني. يلا خلى مانشستر يروح دوري ابطال بقت الثاني فنشت الثاني. مين ده؟ 2021 لا هو برونو يا ابني. ايوه انت بتقول عمل ايه؟ ليه هو برونو اصلا ما عملش ايه اصلا في مانشستر؟ كل حاجه ماشيه احسن. مش كانوا عايزينه في السعوديه؟ هو ده العرض الوحيد اللي جاله من النصر السعودي. ليه ما يروحش الدوري عشان السعودي؟ هو عايز يلعب في مانشستر. انما باريس سان جيرمان والله العظيم ما كلموه، ولو كلموه يبقى عايزينه كامبين يحتفل معاهم يعملوا له اعلانات والله العظيم. اقول لك حاجه اسال احمد كمان. سيبك حتى من مدريد. احمد كمان مقتنع لا اصل انا مش هسكت على المهزله دي. استنى بقى غريب انت كل شويه واحد يجي يقول لي جرناتشو واحد يقول لي ريال مدريد بطولات. ايه يا عم جمهور مانشستر هو انت من جمهور انت بتشجع مين؟ انت استحاله تيجي تقول لي برونو احسن خط نص في العالم. ليه يا باشا؟ اخر 25 سنه سؤال فريق بي اس جي اللي لسه واخد تشامبيونز ليج ده كان برونو هيلعب فيه في خط النص مكان مين؟ فيتينيا؟ يعني انت شايف ان فيتينيا احسن من برونو؟ السيزون اللي فات جواو. طب استنى يا عم جواو نيفيش على خمس الواد نيفيش اللي لسه طالع. التايم خلص وعشان مصطفى بدا ينفعل. لا انا مش هنفعل. خلينا نفوت ده كلام. شوف يا استاذ هذا الرجل لو والله العظيم لو بيتكلم صدق انا بقول لك اهو. لا كذاب. لا هو مش حتى لو بيشجع يونايتد كذاب. خلي بالك انت بتشجع اليونايتد انا اتفق معاك، انما تيجي تقول لي برونو احسن لعيب اخر 25 سنه وبيلعب على مين؟ تشافي انيستا مودريتش. انت ما تعرفش مودريتش اللي عمل ايه. ما تعرفش ده راجل كبير وبيلعب معانا والدنيا شايلين. والله برونو لو برونو محطوط مكان مودريتش هيعمل الارقام دي وهيبقى زي خلي بالك كل حاجه. عايز اقول لك حاجه برونو لو بيلعب عظيم الاكس جي بوظ الكوره. والله برونو لو بيلعب في الريال وبرشلونه زمان واخد معاه بالون دور اهو يا باشا. بص انت كذاب. انت كذاب كده. كدب يا عم. لا الست انت مش مقتنع. كدب يا عم. انت كذاب كده. انت كذاب ولا صادق؟ انت كذاب للاسف. بعد الحلقه بقى للاسف يا مؤمن. لا انت كذاب للاسف. لا ما بيكتبش. كذاب. افتكروا بقى انا عملت مؤمن كذاب. انت كذاب يا مؤمن. الاسم احمد لطفي. احمد لطفي. عندك كام سنه؟ 23. 23. بتشجع مين يا استاذ احمد؟ الاهلي. وبره؟ لا عادي يعني. الاهلي بس؟ مش شغال. ما بتملش لحد كده بره؟ ما لا يعني داخل علينا براي محلي؟ ايه؟ داخل لا راي اوروبي. راي اوروبي وجامد.
وجامد وما بتفرجش. انت قيمت الراي ان هو راي جامد وما بتشجعش حد بره. ما دي حلاوتها بقى. حلو ده. ما ببانش. انا رايح. وريني. بدري يلعب على اي حد مستريح في جيل برشلونه 2009 و2015. اي حد. ده زنقك بقى انت. لا بقى انت بقى انا يا باشا رد عليه بقى. ده هو بدري يلعب مستريح على مين؟ على اي حد. يقول لك على كل حاجه، على انيستا وتشافي وبيلعب على اي حد. يلعب مستريح على انيستا ادي اتفرج يعني وتشافي اتفرج وبوسكيتس كل شويه هتجيب كله وراكيتيتش. ايوه قول مفتكر معانا مسكين اللعيبه كانها ده غير بتوع دلوقتي ورا مفيش حاجه خالص. لا دلوقتي اقول لك ماشي متفق معاك. انت كان في حد تاني في الجيل بتاع راكيتيتش ده بتاع 2015 بس مش حد لا بس ما حدش سمع قوي بوسكيتس طبعا. ولو هترجع 2009 هتقول يايا توريه برضه ممكن. اي نعم هو يايا توريه بس ما لعبش كتير. بس اليايا برضه هيجي ايه في بدري ده؟ ايه؟ هيجي ايه في بدري؟ وكيتا برضه. كيتا تسمع عن الكيتا طبعا. اسمع طبعا. يلعب مرتاح على تشافي جدا. ليه؟ تشافي كان بيلعب كام؟ بيلعب 6. بدري الايام دي يلعب 6 يلعب 8 يلعب 10 بيلعب في اي حته. لا بس بدري من منظومه هانز فليك مفيش اي حاجه. طب سؤال الناس لازم بتقول نتمنى بدري يبقى انيستا الجديد ولسه لحد دلوقتي هو ما قربش ان هو اصلا يعني بالنسبه لي انا على الاقل اللي انيستا عمله لسه بدري بعيد قوي. خلي بالك دي شايفه يلعب عليه في البرايم بتاعه. ماشي ما هو تمام. ما هو ايوه يلعب عليه عادي جدا. هو حتى لو هنيجي مثلا نقارن بلاش ارقام عشان بلاش ارقام ما بيعملش لها قوي. ما بحبش ارقام في خط النص. ولا يعني هو مثلا يعني هنقارنهم بالنسبه لايه؟ ما هو بالنسبه للعب بدري بيعمل كل حاجه في الملعب. طب انت مش شايف اللي بدري الراي ده على بدري؟ دي حقيقه والله. هو بدري ما هي حلاوتها شايف اللي بدري حلاوتها في انه بدري. هي حلاوتها في انه بدري لسه. يعني هو دلوقتي ليه هو دلوقتي تحكم من دلوقتي؟ هو دلوقتي جامد قوي تمام. لسه 22 سنه. ناس تانية خلصت ده قدامه يعمل تاريخ اعظم منهم بكتير في كل حاجه. لا دي انا مش مختلف فيها. انا معاك شويه يعني الجمله دي انا مش مختلف فيها ان هو ممكن يعديهم تاريخيا ممكن تمام. بس كبرايم اللعيبه اللي احنا بنتكلم فيها دي يعني هو استحاله يلعب عليهم اساسي حاليا بالفورمه بتاعته دي. استحاله. هو على فكره وفورمته توب بس لسه ما وصلش. بس لو هنقارن بكل الناس التوب استحاله يلعب عليهم اساسي. يعني استحاله يلعب على بوسكيتس. لما تيجي تعمل مقارنه راكيتيتش يعني راكيتيتش ممكن. لا يعمل ايه اللي يخلوه ما يلعبش على الناس دي؟ انا هسألك حاجه. طيب بالنسبه لي الخبره ماشي. ما هو الخبره هو بدري بيلعب كام سنه دلوقتي؟ دي ناس خلصت خلاص. يعني بدري دلوقتي عنده كام؟ 22 سنه. تمام. بقاله كام سنه بيلعب كفرق؟ 3 سنين. لا هو راح ماشي اوكي. لا ضرب امتى؟ لما العالم كله اتكلم لما لعب 75 ماتش السنه اللي فاتت صح؟ او من سنتين يا سيدي. كان ضارب مع تشافي. كان ضارب من سنتين. ماشي. هو على فكره تشافي هو اللي جابه من تحت. تمام. لما تيجي تعمل مقارنه بده تيجي تقول لي هو دلوقتي مش عارف توب ولا بتاع وتحكم على تشافي وهو قاعد على كرسي دلوقتي مش قادر يجري ولا مش قادر دي ظالمه. انما لما تيجي تقول لي بدري عنده 25 سنه تجيب ارقام 25 سنه بتاع انيستا انا اقول لك انيستا اكتر من غير ما انا كمان ولسه المستقبل. انت عارف تشافي ونيستا وبوسكيتس عملوا ايه في مانشستر يونايتد في 2011؟ ده فيرجسون كان هيجي له حاجه فاهم يعني. كانوا بيلعبوا اقوى فرقه في العالم بعدهم وكان كأن فاهم بيلعبوا فرقه درجه ثانيه من اللي عملوه فيهم في الفاينل. هو انت بتتكلم ان كمان بدري يلعب في اي مركز في خط النص. انا قلت برشلونه. قال لك يلعب وقال لك 6 و8 و10 بوسكيتس على كل حاجه. على اي حد. على بوسكيتس انت كذاب. لا استحاله. على بوسكيتس ازاي؟ بوسكيتس في مكانه مستحيل تقارنه ماشي. هو بدري كده 8 تتكلم 8 كنا انت قلت في نص 8 و10 ماشي. انا قلت يلعب على اي خط يلعب 6 و8 و10 في اي مركز. طب ثانيه واحده احنا بدري السنه اللي فاتت عامل ايه في البتاع كمثلا بيلعب 6 مثلا كحوار استخلاص وكده في ماتش يرجع ويجيب الكوره في ماتش سيلتا فيجو 17 استخلاص كوره بالاستخلاص الكوره في الموسم ده هتلعبوا على موسم واحد. ده هي مش موسم واحد. طب يعني اخر 5 مواسم هتلعبوا على بوسكيتس اخر موسمين اخر 3 هتلعبوا على ويمكن ما شافش انا عايز اقول ايه انا اهلاوي شافه في انتر ميامي. عايز اقول جاوبني بس اقول لو عادي ان هو يلعب في اي مركز هيلعب على بوسكيتس. يلعب على اي حد. مستحيل. 6 لطفي ويلعب تحت. لا بس يلعب على اي حد. هو اقسم بالله والله يلعب على اي حد والله. لا هو مصر لا والله لا انت تعالى بقى. بس انت خلي بالك لو بتكذب يا ابني نروح الازهر. والله هتطول بالحلقه هتدفع كفاره. صادق ماشي خلاص هنشوف. طيب يوسف ايوه قول لي انك كذاب وريحني عشان كده والله خطر. والله العظيم لو بتكلم بجد ايه كده كذاب. ايوه ماشي كده نتكلم مع بعض. ما صحش والله. قول لي رايك الحقيقي في جرناتشو. طيب جرناتشو
بالشبشب. هو بتشجع مين؟ مش توب 1000 حد. مدريدي جدا. هو مدريدي فعلا. بتشجع ريال مدريد والله. وتقول يلعب على فينيسيوس. ما هو بيشتغل. هقول حاجه فينيسيوس كده اللي عمله مع ريال مدريد مش قليل. الراجل يا باشا جاب لنا 2 دوري ابطال وعامل ارقام وكل حاجه. بس فينيسيوس الفتره الاخيره مع وجود امبابي في كارثه صح. بس طبعا بيتكلم كلام فشخ يقولوا جراتشو يلعب عليه. لا بس كده الراجل بيتكلم صح. وطبعا نجمين في فرقه واحده بحجم فيني ومبابي طبعا اكيد هيعمل كارثه. وده اللي حصل في باريس لما كان معاها دي ماريا ونيمار ومبابي وميسي ولاعيبه كتير. لكن دلوقتي اداره ريال مدريد لو هتمشي في كلام كتير ان لا فينيسيوس مش ماشي. هو انا اقول لك ايه اللي هيحصل. رودريجو اللي هيحصل ما بينهم. مستحيل فينيسيوس يمشي. هندخل النسب، هنشوف عروسه من عيله امبابي لفينيسيوس. لا بص ابشرك السنه دي يا بيه دوري باذن الله ريال مدريد ان شاء الله. بس انا كده هو بيتكلم دلوقتي مش هنرد على الضحك. الفرق يبان مش هنرد على لا انت تمام يا يوسف، انت تمام كده. كمل فرجه على الكوره. كمل فرجه على الكوره. احنا صح كارثه. وكده ميسي بنص رجل على الواقف وهو عنده 38 سنه احسن من اي لعيب في الدنيا. مدريدي او برشلوني برافو كده. ده رايي. ايوه ده رايي. انت تعرف اللي صورتي مع ميسي بقى لها 7 سنين مش عايز اغيرها. ده رايي صح. والناس صح. شكرا يا لو حبيبي. حمزه كنا مقتنعين. انت ما بتتكلم جد؟ لا طبعا. لا كده انا قلت كده. انت الوحيد اللي قريته. لا والله. ماشي بس احنا كده 1-1 تسقيط. يعني ارتيتا فترته احسن. انا اسف يعني. ازاي يا عم بقى؟ ده رايي جدل اكتر من فترته ايه؟ ارتيتا فترته احسن من سلوت. ارتيتا مستلم فرقه عامله ازاي؟ طب احنا ارتيتا بايه؟ بالكوميونتي شيلد والافي كاب احسن من الدوري بتاع ارتيتا مستلم فرقه عامله ازاي؟ ارتيتا مستلم فرقه ميد تيبل ما بتعرفش توصل يوروبا ليج. والله العظيم انتوا فرقه زوبعه في فنجان. اقسم بالله ارسنال فرقه والله على بعضيها. بقالهم 10 سنين بيبنوا وهيقول لك جبنا المهاجم وهناخد الدوري. انا بالنسبه لي الراي ده والله جدلي اكتر من تعرف ان انا خايف اجيب المهاجم ده في الفانتازي لان مش حاسه والله العظيم والله حاسه برضه لا يعني مش كده. ماشي يا حمد. يعني انا كنت صح الحمد لله. انتوا الاثنين غلط. على فكره احنا فرقه، احنا تيم. صح. احنا مع بعض. احنا سوا. لا اصل بيني وبينك لا اصل هو ضرب واحده سلوت فترته احسن من مش عارف ايه كلوب. لا الراجل ده كلوب هو مذاكر. قلت لك ايه؟ ده هيروح في حته ثانيه. هو شاطر اهو. شيكا بالا. كابتن شيكا. قول لي انك يا استاذ وائل انت بتحب شيك. ده كده يعني في زملكاوي ما بيحبش. ولكن انت الراجل ده اهلاوي. اوعى والله تخيل انت زملكاوي ولا صادق في اللي انت بتقوله؟ انا صادق في اللي انا بقوله. ايه الراي ده؟ رايك بجد؟ الراي ده بجد. لا هو احنا قلنا احنا 3 كداب. احنا قلنا كداب طبعا. كلنا قلنا كده. شفت انا قلت لك احساسي. انتوا الثلاثه كدبتوا. بس ازاي شايفه احسن من صلاح؟ ازاي شايفه احسن من ايتو يايا توريه؟ الناس اللي عملت يعني لا بس انت بتحب شيكابالا اكتر من نادي الزمالك. اكتر من شيكابالا. انت قلت كلمتين. قلت شيكابالا اللي حط الزمالك على الخريطه. الزمالك انا كان تعبيري ان هو خلى الزمالك بينافس. صح. اصل جيل زي 2010 و2009 والحاجات دي لو شيكابالا ما كانش فيه. هو كان قبلها. طيب هو كان قبلها. انا مصدوم فيك. باسم مرسي والجيل ده. نعم. باسم مرسي فاكر السنه اللي خد فيها الزمالك دوري مرتين ورا بعض. كان شيكابالا فين؟ موجود مع الفريق. اسماعيلي. هل حطه على الخريطه؟ لا يعني قصدي هو كده احسن. الزمالك مش هيقف على شيكابالا ولا غيره. يبقى انت لما تيجي تقول يعني مثلا انا بكلمك بامانه والله شيكابالا طبعا لعيب كبير ما حدش يقدر يقول الراجل ده مش لعيب. بس لما تيجي فعلا زي ما قال عمر احسن من صلاح احسن مثلا مش عارف يعني انا بقول لك احسن من دروجبا. يعني انت احسن من دروجبا ومن جورج ويا يا عم. جورج ويا كلاعب لوحده من غير بقى ما نقول مثلا جورج ويا عشان كسب بالون دور. دروجبا يا عم هقول لك على حاجه. هل شيكابالا عمره خد احسن لعيب في افريقيا مثلا؟ ما هو انا مش بقيسها بكده. انا بقيسها باللاعب اللي انا شفته. تعرف اهداف شيكابالا مع المنتخب كام؟ 8 اهداف تحت 10 ولا 6 اهداف. ماشي. في لعيبه في افريقيا كتير كانوا نجوم بره بس ما عملوش حاجه من منتخبهم. انت فعلا مصدق. انت بتدافع فشخ. ايوه هو مصدق. هو مصدق. هو بيحب. انا مصدوم والله. يعني رايي لعيب كبير. رايي محترم واتمنى ما اسمعوش مره. رايي محترم. لا شكرا كتر خير. قول لي انك صادق. انت كذاب. ايوه بانت لما قال لك لعيب تعبان وبتاع. احنا قلنا ايه طيب؟ احنا قلنا صادق. وانت طلعت كذاب. قلت صادق وانا صح. غفلتنا الصراحه.
مع انك بتتكلم بقى. فاكر لما انا قلت لك قول انا اول ما قال لعيب تعبان؟ الصراحه. لا بس انا قلت لك 10%. بس كان متعصب. هو كان بيتكلم بحرقه. كان بيتكلم بحرقه عشان برشلونه يعني، لكن غير كده هو بلينجهام مش تعبان يعني، بس كده بيدري احسن منه يعني. بس مش وان سيزون وندر. بس مش وان سيزون وندر. مش وان سيزون وندر، لا هو لسه يعمل عمليه في كتفه يرجع. انا اقول لك على حاجه بقى، الراجل ده محترم. انا عاجبني اراك الصراحه. وهيزعلك بلينجهام السنه. لا مفيش الكلام ده. ماشي. ما انت بتمشي كويس ليه بتنزل بينا في منزل فجاه؟ هو مش عارف اصلا. طب احنا كده خسرانين مشكلتي معاه يعني الراي انا حاسه بيتكلم بس هو عمال يبتسم ويضحك وبتاع. حاسك ما هو ممكن يبقى بشوش. ممكن يعني لا هو بشوش. برافو عليك. هو بشوش. الراجل ده صادق في اللي بتقوله 100% صادق. 100% صادق. احنا قلنا صادق. قلت صادق. ايوه صح. ايوه صح. اهم حاجه. لا وبعديها بكمل صح. احنا قلنا صادق. صح. قلنا بيتكلم بجد. 3-2 ده غايب الشد هيرميها علينا فاهم. انت صادق. اكيد صادق. ليه كده؟ تعرف ان في احصائيه في لبرونو ان هو خلال مسيرته كلها غاب 6 ماتشات بس. والله انا كرهت الاحصائيات. غاب ايه؟ غاب 6 ماتشات بس. طب سؤال انياكي ويليامز بتاع 6 سنين ما بيغيبش، هو ده معناه انه احسن وينج؟ لا بس هو ما هو ارقام معاه برضه، ارقام يخرب بيت الارقام. والله العظيم الارقام دي بوظت الكوره. بس انا اقول لك الصراحه، انا مشكلتي مع برونو زي ما حكيتها لك كده، حبه ما بينزلش من الزون. انا ما بحبوش. بس انت لو بتشجع مانشستر هتحبه فشخ. انا ما بحبوش. انا ما عنديش مشكله انك تحبه، بس تحطه فوق. طب انت تعرف افاجئك مودريتش لو حطيته في نفس الظروف. يعني انا بحب جرناتشو، يعني انا احبه والله العظيم. ايه لا والله جرناتشو جه سنه مع السنين مع المدرب اللي هو تنهاج. اخر حاجه اخر سنه ليه لما كان بيقعدوا والواد بينزل تغييره كان بيقلب ماتش، كان بيجيب لك. هو لسه صغير كان لسه صغير عامه، لسه صغير يعني. واليونايتد تاريخ كبير برضه، بس من درجه برونو. في برونو على ظهر التيشيرت دي ولا لا لسه هتروح تطبعها دلوقتي. هو بيحب برونو. ماشي كده 4 احنا خسرنا عموما. شكرا خسرنا كده. اولى كابتن لطفي. بس انت صادق في موضوع بدري؟ لا انا كداب. انت كداب؟ بابين على ازهر بقى يا جدعان. على ازهر بقى يا جدعان. طب اعمل ايه طيب؟ طب ليه يا ابني كده؟ مقنع والله. ليه يا ابني دخلتنا على قناه الحاد تي في؟ كنا ماشيين حلو يا عم والله. الحلفان ماشي يعني انت الحلفان دلوقتي. انت في الحلفان كده شيل الحلفان على جنب. شيل الحلفان على جنب. انت كداب كده صوم بقى 3 ايام. بس انت مقتنع اللي بدري؟ انا كده اصلا ما شفتش التانيين يعني، فبدري بالنسبه لي يلعب عليهم عادي جدا عشان ما شفتهمش. عادي يعني هو يبقى انت صادق يعني. انت صادق يبقى انت كده صادق على فكره. انت صادق ولا كده؟ انت بترقصنا ليه؟ ان انا بالنسبه لي انتوا قلتوا كلكم انتوا مصدقيني. ايوه طيب احنا بس انا اقنعت. لا طب ما انت بتقول دلوقتي اقنعت نفسك يعني. ايه اقنعتكم ان انا اصلا كده بحب يعني ان هو يلعب عليهم عادي جدا. مش انت بتقول بس انت دلوقتي يلعب عليهم؟ ايه رايك الحقيقي؟ انا كداب بقول. طب يا عم يعني يلعب ولا ما يلعبش؟ هو بدري يا عم هنا. هو بدري ثانيه واحده بس. هو بدري. انا بس يا عم استنى يا عم الله. انا عايز افهم يعني يلعب يعني استنى مصطفى بس يعني يلعب ولا ما يلعبش؟ ايه؟ يلعب عليهم. يلعب عليهم طبعا. طب يبقى انت صادق. خلاص يبقى احنا صح. يعني يلعب عليهم ثانيه يلعب يا جدعان واحده بس. هو بيقول لك ما شافهمش. انا كده ريال مدريد مش برشلونه اصلا. انت مدريدي؟ يعني بلينجهام عم الكل صباح الفل. ماشي انت كداب من ناحيه ثانيه. بس سؤال طيب. ده منافق. منافق في كله بقى. صدق بالله انا سر بشجع حد ثاني غير الاهلي. كبير المنافقين يا ابني. ابي بن خلف. ما انا لو قلت مش هينفع. انا لو قلت ابي بن خلف. ماشي انا عايز افهم الاجابه. انا عايز افهم الاجابه. انت الراي انت كنت بتقول داخل بتقول رايك الجدلي ان بادري يلعب على اي حد من جيل برشلونه 2009 و15. هل انت مقتنع بالراي ده؟ يبقى ليه دلوقتي تقول يلعب عليهم؟ لا مش يلعب عليهم. انا بتكلم على الحته اللي انتوا صدقتوني فيها، اللي انا بقول ان انا اقتنعتكم ان هو يلعب عليهم. بص اقول لك انت فاهم البرنامج والله فاهم. انت بتشجع مين؟ ريال مدريد. ريال مدريد. يبقى انت كداب. ولما انا سالتك بتشجع ريال مدريد ما قلتليش ليه؟ انا هقول لك لا مش كداب يا باشا. احنا صح كده 4-3. اقول مش عارف 4-3 دي تتحسب. ليه تتحسب 5-2 يعني؟ هو انت كداب. لا يا عم لا خدها مصطفى على الهادي طيب. لا خدها مصطفى. تعالى يلا انت كداب. تعالى لا انا هاخد اطهرك من الخيانه يا ولدي. لا اصل اطهره من الخيانه. احنا في كارثه هو والله. مش عارف لله. احنا في روح كارثه. اعمل لك عمره سريعه. انت جايب لي ناس متدربه في ده الواد يا اخي ولا كأنه رأفت الهجاج. احنا في كارثه. عارفين ناخد منه معلومه. مزروع شويه يقول لك انا جول جماهيري. هنحسبها للاسف. هنحسبها يا باشا. 4-3 النتيجه. هي النتيجه دلوقتي ما يرضي الله تبقى كام؟ 5-2. 5-2 الصح 5-2 للاسف. لا يبقى احنا مش صح يعني. انتوا قولوا لنا طبعا انتوا جبتوا كام واحد صح وانتوا بتلعبوا معانا، وايه اغرب راي سمعتوه النهارده؟ بتاع جرناتشو اكيد. لا اغرب راي حقيقي من حد صادق. لا بس الاراء دي تخلينا يا استاذ غريب. انا سعدت في البرنامج ده. انا سعدت جدا بهذه الصحبه استاذ مصطفى. اتمنى عدم تكرارها مره. والله اشوفكم حلقه ثانيه يا جماعه. السلام عليكم.